بقول لك يا اسطى، ما تيجي ملخص لك انمي جامد جدا هيعجبك وهيكيف دماغك. قوم انت بس جاهز كوبايه النسكافيه الرايقه بتاعتك ويلا بينا نبدا انمي النهارده. في قصه النهارده بنعرف ان لعبه اور ايرث تبقى اشهر لعبه حاليا في العالم عشان اللعيبه يقدروا يعملوا فيها اللي هم عاوزينه، ويقدروا كمان انهم يعملوا مملكتهم الخاصه. وبنعرف ان ارشيف ده يبقى اسم المملكه اللي الفارس العظيم سلومان اسسها، وان في 9 جنرالات اقوياء جدا اسمهم ال9 حكماء تحت حكم الفارس سلومان، واكتر ناس موثوق فيهم من وسط الحكماء دول هم اكتر ناس بيستدعوهم في مهمات خارجيه. وبعدين لسبب ما العالم في اللعبه بيتحول لعالم حقيقي وكل اللعيبه بيتحشروا في العالم ده. وبعدين بنلاقي واحد اسمه دامبوث بيصحى يلاقي نفسه وسط حشائش السافانا، بس بدل ما يتخض ويخاف بيكون متحمس جدا انه يخوض التجربه بنفسه في العالم ده. وبعد كده بيروح على مملكه الارشيف وبيتفاجئ لما بيلاقي ان المملكه اتغيرت جدا، فبيروح القصر يقابل سلومان واللي بيقعد يضحك لما بيشوف شكله المتواضع في العالم ده. وهنا بنعرف ان دامبورث كان ولد شقي وقرر يغير شخصيته لشخصيه بنت، بس بعديها نام ونسي يغير الشخصيه. فسلومان بيقول لدامبورث انه بقاله اكتر من 30 سنه في العالم ده وان مملكه الارشيف اتغيرت جدا. وفي الوقت ده واحدة من ال9 حكماء اسمها لوميناري بتدخل لسلومان بعد ما عرفت ان دامبورث رجع، وبتتفاجئ لما بتلاقيه اتحول لشكل مختلف لطيف. فدامبورث بيرجع على اوضته، وهنا الخدامه مريم بتجري عليه تحضنه، بس دامبورث مش بيرضى يعترف بهويته الحقيقيه علشان عارف ان كل اللي في المملكه هيتخض. وبيقول لهم ان واحده اسمها ميرا تلميذه عند دامبورث، وماريان لما بتسمع ده مش بتشك في كلامه وبتفرح جدا لما بتعرف ان دامبورث عنده تلميذه لطيفه جدا زيها. وبعد شويه سلومان بيطلب ميرا عنده في القصر علشان يعرفه على الجنرالات بتوعه، وبيكلفها بمهمه انه يمحي جيش العفاريت اللي بيهاجم حدود المملكة. فجارت بياخد ميرا و2 تانيين من الأبطال بأوامر من سلومان وبيوديهم لأرض المعركة بعربية محصنة سلومان هو اللي صممها، وبيوصلوا هناك في وقت قصير جدا، والجنرالين كمان مش بيضيعوا وقت وبيبدأوا يقتلوا في العفاريت. وبيجي شيطان بيستخدم أداة سحرية وبيستدعي وحش بيقدر يحول الأخصام لحجر، فميرا بيستدعي فارس أسود على طول يهزم الوحش ده، بس الشيطان بيمزج روحه مع الوحش وبيلبسه، وبكده الوحش بيرجع يقف على رجله تاني والمرة دي وهو على هيئة شيطان. وهنا ميرا بيعجبه موضوع السحر ده عشان يحول بيه الوحوش، فبياخد الأداة السحرية وبيستدعي بيها فارس أسود، والمرة دي الفارس الأسود بيتحول لشكل وحش وبيهجم على الشيطان. والجنرالين بيتصدموا لما بيشوفوا قوة الفارس الأسود بعد ما تحول لشيطان، بس ميرا مش بيعجبه الموضوع ده عشان مش بيقدر يتحكم فيه. وبعد كده ميرا بيقعد يستدعي في فرسان سود تانيين عشان يخلصوا على الشيطان. وفي المشهد اللي بعد كده بيرجع على القصر وبيضطر انه يلبس لبس حريم وبيكون مش مرتاح فيه. وبعد كده سلومان بيقول له انه من مدة ال3 ممالك اتعرضت للهجوم من الشياطين، وعشان كده ال3 ممالك قرروا يمضوا على معاهدة سلام عشان يضموا قوتهم ويتحدوا عشان يقتلوا الشياطين، ومدة العقد ده بتدوم لحد 10 سنين بس. وده مخلي سلومان خايف ل3 ممالك ترجع تحارب بعض، فبيطلب من ميرا انه يدور على الحكماء اللي فاضلين واللي لسبب ما رجعوش المملكه لحد دلوقتي. فميرا بيقرر انه يدور على سول عشان متاكد انه في زنزانه اسمها نبروبوليس، فبيبدا رحلته لنبرابوليس عشان يدور عليه. ولما بيبقى واقف متنح في كارت المغامره بيجي ولد يخبط فيه، وبعديها بيجوا 2 مغامرين تانيين يشرحوا ان الولد ده رايح زنزانه نبرابوليس عشان يدوروا على المرايه اللي هتساعده يشوف بيها ارواح الموتى عشان هو عاوز يتكلم مع اهله اللي ماتوا. فميرا بيوافق انه يساعد الولد، والاتنين المغامرين كمان بيكونوا عاوزين يروحوا معاهم. وفي المشهد اللي بعد كده ميرا بيجمع افراد الحزب كلهم وبيعرفهم على بعض، وبعديها بيبداوا يدخلوا زنزانة نبروبوليس. واول ما بيحطوا رجليهم جوه المكان بيلاقوا الزومبي بيهاجمهم فبيقتلوهم. وهنا ميرا بيحس بريحة جثث فبيستدعي فالكيري عشان تيجي تنظف الزنزانة من الوحوش اللي فيها. وبعديها الفريق بيكمل طريقه، والمرة دي مش بيطلع لهم اي وحوش. ولما بيوصلوا للدور الخامس بيلاقوا مراية، بس لما الولد بيقف قدامها وبينادي على اهله باساميهم المراية مش بتدي اي رد فعل. ودامبورث بيفكر في ان اهل الولد يمكن يكونوا لسه عايشين، وبيقترح عليه انه يدور عليهم في مكان تاني، وبكده يكونوا خلصوا من مهمة البحث عن المراية. وبعديها ميرا بيقول لهم انه هيروح يعمل مشوار كده لوحده. وبعدين بنشوفه وهو بيستخدم خريطة يلاقي بيها بيت سول، وبيروح على هناك وبيلاقي ناس ميتة ومعاهم واحدة شعرها ازرق. فبيدخل اوضة سول وبيعرف انه كان بيدور على الكاس المقدس واللي بيقدر يحيي شخص ميت.
وبما ان سول ما بيبقاش موجود، ميرا بيقرر يروح مع المجموعة على أقرب مكان يرتاحوا فيه، بس لما بيوصلوا بيلاقوا البلد بتتعرض للهجوم من ناس أحياء ظهروا فجأة، فميري بيستدعي 7 فالكيري عشان يحاربوا معاهم. وفي الوقت ده الأخت الصغيرة بتتهم الأخت الكبيرة بإنها خلتهم يتمرنوا جامد، فميرا بيقول لها تقلل من كمية التمارين، والبنات لما بيسمعوا ده بيفرحوا جدا. وبعد كده الفالكيري بينفصلوا عشان يدمروا الوحوش اللي في المدينة تحت إرشاد الأخت الكبيرة. وبعد كده بيشوفوا واحد من الموتى في السماء اسمه هاف ديمون النص شيطان، فالأخت الكبيرة من الفالكيري بتأمر باقي إخواتها إنهم يضموا قواهم عشان يهزموا الهاف ديمون، وأخيرا بيخلصوا على الوحوش كلها. وبالليل بيعملوا حفلة صغيرة يحتفلوا فيها بالانتصار ده، وبعدها على طول قائد حزب العمدة بيجي ينضم ليهم في الحفلة. وبعد شوية بيتكلم مع ميرا وبيعرف إنه يبقى دامبورث، وبيطلع إن سيرو كمان ولد شقي زي دامبورث. وبعد كده ميرا بيودع حزب العمدة وبيرجع على مملكة الأرشيف. ولما بيدخل القصر كيليو مساعد دامبورث بيرحب بيه، واللي بيقول له ان مريان زعلانه جدا ان ميرا غابت اليومين اللي فاتوا من غير ما تقول لها. وبعد كده ميرا بيروح يدور على سلومان وبيديله الملفات اللي لقاها في اوضه سول، فسلومان بيقول له انه جوه المكتبه اللي تحت مملكه الارشيف في اكاديميه وفيها ملفات بخصوص الكاس المقدس. فميرا بيروح على اكاديميه الارشيف عشان يدور على ملفات بخصوص الكاس المقدس، وهناك بيقابل مدرسه اسمها هيناتا. ولما هيناتا بتعرف ان ميرا مستدعى بتتفاجئ عشان من وقت ما الكوره اختفت والمستدعين كلهم بيجوا الاكاديميه. وبنعرف ان هيناتا كمان مستدعيه في اكاديميه الارشيف، بس الفصل بتاعها ما فيهوش اي طلبه عشان ما حدش عاوز يتعلم ازاي يستدعي السحر. وبتقول كمان ان كل شهر الاكاديميه بتعمل مسابقه بين الادارات علشان تقيم الوضع. وبعدين هيناتا بتتحايل على ميرا انه يمثل قسم الاستحضار في المسابقه دي، وميرا بيوافق عشان هو كمان بيكون عاوز يوري الكل المستدعي ده عامل ازاي. وهما بيتكلموا بيجي واحد اسمه سيريوس بيتريق على السحر اللي بيعملوه، وبنعرف ان الممثلين لازم يستخدموا السحر عشان يدمروا الدرع اللي قدامهم ده. واول واحد بيطلع على المسرح هو سيريوس ممثل قسم السحر، وبيبدا يستخدم تعاويذ سحريه للهجوم عشان يدمر الدرع. ولما هيناتا بتشوف ده بتتصدم، بس ميرا بيقول ان مستوى سحره منخفض جدا، وحتى الحكام بيدوله تقديرات قليله، وباقي الاقسام كمان بيبداوا يعرضوا سحرهم، بس كلهم مش بيقدروا يحققوا تقديرات عاليه. وبعدين بيجي دور قسم الاستدعاء وميرا بيلقي تعويذه قويه جدا. الحكام لما بيشوفوها بيتفاجئوا وبيتصدموا على الاخر لما بيلاقوا ميرا بيستدعي واحده جميله جدا، والواحده دي كمان بتتفاجئ من التغيير اللي حصل في شكل ميرا. فميرا بيطلب منها انها تغني اغنيه للجماهير تحرك مشاعرهم، فالواحده دي بتبدا تغني وبتدمر الدرع. ولما الحكام بيشوفوا الاداء الرهيب ده بيدوا ميرا اعلى التقديرات، بس سيريوس بيتدخل وبيقول ان ميرا ما استخدمش السحر استخدام صريح وانه بيحور. فالحكام بيقترحوا عليهم انهم يتنافسوا ضد بعض عشان يحلوا الموضوع. واول ما المباراه بتبدا ميرا بيستدعي جيش من الفرسان السود وبيخلي سيريوس يستسلم فورا. وفي الوقت ده كيليو بيكون قاعد يتفرج على المباراه دي وبيبقى عاوز ينافسه بعد ما سيريوس دوره بيخلص. بعدها كيليو بيستدعي فارس مقدس عشان يقتل الفارس الاسود بتاع ميرا، وبما انه كان مساعد دامبورث فهو حافظ طريقته وفي نفس الوقت حريف في مهاره الاستدعاء، بس يا دوب بيقدر يستدعي فارس واحد بس، في حين ان ميرا يقدر يستدعي جيش كامل من الفرسان. وبعد المباراه كيليو بيتاكد ان ميرا يبقى دامبورث عشان دامبورث هو الوحيد اللي يقدر يستدعي جيش من الفرسان زي ما شاف. ولما ميرا بيلاقي نفسه اتزنق بيعترف بهويته الحقيقيه لكيليو. وبعد كده ميرا بينزل المكتبه اللي تحت الاكاديميه عشان يدور على ملفات بخصوص الكأس المقدس، وبعدين بيروح القصر عشان يديهم لسلومان. وسلومان كمان بيعرف ان ميرا قال لكيليو على حقيقته، فبيقول له انه طالما عمل كده يبقى لازم يكشف هويته الحقيقيه لمريان كمان. وهو راجع القصر بيستدعي التنين الابيض، واللي بيستغرب ليه الزعيم بتاعه اتحول لواحده، وبعدها التنين بيتحول لشاب وسيم وبيروح يحضنه. واول ما ميرا بيرجع على القصر بيقول لمريان الحقيقه وبيستخدم العقد الروحاني عشان يثبت لها كلامه. وبعد ما سلومان بيخلص تحليل الملفات اللي ميرا جابها من المكتبه بيقول له يروح على الغابه الرئيسيه عشان يدور على الشجره المقدسه، عشان لو سول كان عاوز يعمل الكأس المقدس فهو اكيد هيكون هناك عشان هيحتاج للجذور بتاعتها. وفعلا ميرا بيستدعي البيجاسوس عشان ياخده على الغابه الرئيسيه، وبيقرر يقف عند حصن عشان يريح شويه. ولما بينزل بيلاقي ان الحصن ده متدمر على الاخر، وبيطلع ان الناس اللي جوه بيتعرضوا للهجوم من مجموعه من الغوريلات كل يوم بالليل، وكتير قوي منهم اتصابوا جامد. فميرا بيقرر يدعم الجنود اللي هناك ويساعدهم في قتالهم ضد الغوريلات.
وبفضل حماية الفرسان المقدسين الغوريلات مش بتقدر تأذي الجنود، والمرة دي بيكملوا قتال لحد ما بيقضوا على آخر غوريلا. وتاني يوم ميرا بيودع الكل وبيروح على الشجرة المقدسة، وأول ما بيوصل الأرواح اللي هناك بتظهر عشان تسلم عليه. ولما ميرا بيسألهم عن سول بيعرف منهم إنه مشي بعد ما أخد جذور الشجرة، فميرا بيدي الأرواح هدية كشكر ليهم، بس الأرواح بتكون عاوزة ميرا يديهم من عصير البول بتاعه. وبعد كده ميرا وهو راجع على العاصمة بيقف عند المدينة عشان يرتاح شوية، وهناك بيقابل الحزب مرة تانية، وبالليل بيعملوا حفلة يحتفلوا فيها بمقابلتهم لميرا واللي بيحكي لهم كل حاجة عن المغامرات اللي قابلها في طريقه. وفي الوقت ده واحد من أفراد الحزب بيدخل وبيقول إن الشياطين هجمت عربيات الحمولة، فبيروحوا يطمنوا عليهم، ولما بيوصلوا بيعرفوا إن لسه في عربيات حمولة. وبعد كده بيلاقوا واحد من سواقين العربيات في وحش بيهاجمه، فميرا بيستدعي فارس اسود عشان يقتله. وبعدين بيطلع لهم من الغابة قطيع من الأسود الشياطين بيقودهم الأسد الذهبي والأسد الفضي، فميرا بيبدأ يهاجم في الأسد الذهبي والأسد بيصد الضربات دي، بس مش بيقدر يخترق درع الفارس المقدس، فميرا بيستخدم سيف الفارس الأسود وبيخلص عليه. وفي الوقت ده سيرول كمان بتهزم الأسد الفضي وباقي فريق الحزب، وبيبقوا بيقاتلوا باقي القطيع، وسيرول مش بتساعدهم عشان بتكون عايزاهم يعتمدوا على نفسهم. وفي الآخر الكل بيهزموا الأسود وبيخلصوا منهم، وبعدها ميرا بيودعهم وبيرجع مملكة الأرشيف. وفي الوقت ده مملكة الأرشيف بتبقى بتتعرض للهجوم من جيش العفاريت من كل الجوانب، فسلومان بيبعت الجيش كله على أرض المعركة، وبيأمر لوميناري كمان إنها تحارب العفاريت من جانب تاني. وبنعرف إن لوميناري ساحرة قوية جدا فبتقتلهم كلهم لوحدها، وميرا لما بيرجع على المملكة بيساعدهم وبيخلص على جيش العفاريت في وقت قصير. فسلومان بيخرج من القصر يسلم على ميرا ولوميناري، بس مرة واحدة بتظهر حاجة غريبة في السماء وبيطلع شيطان جاي عليهم، ولما بيطلق ضربته ناحية القصر سلومان بيصدها، وميرا وسلومان بيحاولوا انهم يواجهوه لحد ما لوميناري تطلق سحرها عليه وتقضي على الشيطان. وبنلاقي ان ميرا بيستدعي جيش من الفرسان السود وجيش تاني من الفالكيري عشان يقتلوا الشيطان، وميرا وسلومان كمان بيجروا ناحية الشيطان عشان يقتلوه، وسلومان بيجمد انفاسه النارية، وميرا بيستخدم قوة عينيه اليمين عشان يصد حركته، ولوميناري بتستغل الفرصة دي وبتهاجمه بكل قوتها، بس الشيطان بيقدر يتحرك عادي بعد الضربة دي، فسلومان بيقطع له أجنحته، وميرا بيستدعي التنين الأبيض عشان يقتله، ومع الوقت الشيطان بيضعف من ضرباتهم فالتنين بيبعدوا بكل سهولة. ومع ان ميرا بيكون ليه دور كبير في المعركة، بس بيكون لسه مش عاوز يظهر نفسه للعامة عشان بيبقى عاوز يعيش حياة طبيعية. ولحد هنا بتخلص قصة النهاردة، استنونا في الحلقات الجاية عشان تعرفوا ايه اللي هيحصل. ولو عجبكم فيديو النهاردة بقى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بقول لكم يا اصحابي هتلاقوني سايب لكم في اول تعليق القناه الاحتياطيه بتاعتنا، ما تنسوش بقى تشتركوا وتفعلوا زر الجرس فيها عشان هننزل فيها انميات دمار. لو عايز بقى تشرفنا في الجزء اللي بعد كده خش بقى يا صاحبي اشترك في القناه الاحتياطيه عشان احتمال كبير انزل الجزء اللي بعده هناك. وما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس، واهم حاجه اللايك بتاعك يا صاحبيكو. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.